سفينة تايتانيك كانت حادثة عادية ولا حادثة مدبرة؟ تعال احكي لك حكاية صغيرة كده. قبل غرق سفينة تايتانيك ب 14 سنة، يعني سنة 1898، كان في كاتب اسمه مورجان روبرتسون كتب رواية اسمها فيتاليتي او العبث، والرواية دي كانت بتحكي عن سفينة خيالية كانت ضخمة جدا وحديثة جدا وقالوا عليها اسم تيتان. السفينة دي كانت شبه سفينة تايتانيك تقريبا في كل حاجة، وبيقولوا انها كانت الاكبر والاضخم، والناس كانوا شايفينها مستحيل تغرق. وفي نفس الرواية بيقول ان السفينة دي اصطدمت بجبل جليدي وبدأت تغرق، ومعظم الركاب ما قدروش ينجوا منها. بالظبط اللي حصل في سفينة تايتانيك بعدها ب 14 سنة. والاغرب بقى ان عدد قوارب النجاة اللي كان في الرواية كان قليل جدا وما كانش يكفي كل الركاب. ودي نفس المشكلة اللي واجهت سفينة تايتانيك، وكأن الكاتب ده كان عارف اللي هيحصل قبل ما يحصل بفترة كبيرة. ناس كتير شافوا الرواية دي ما كانتش صدفة، وقالوا ان الحكاية دي وراها سر مخفي، وان اللي حصل لتيتان وكتب عنه كانت رسالة انذار ومحدش يهتم بيها. تفتكر بقى انت كل ده كان مجرد خيال، ولا كان في شيء اكبر من كده بيلعب بحياة البشر؟ لو عندك فضول بقى تعرف اكتر عن الموضوع ده اعمل لي فولو، لان في حكايات مجرد معرفتك ليها هتخليك تبص للعالم ده بشكل مختلف خالص.